كنحضروا املو، كنعملوا اللوز في اللاطه الفران وكندخلوه الفران يتحمر مزيان. ملي كيتحمر كيرجع بحال هذا الشكل هذا، يعني ما مشي محروق وما يبقاش يخضر، محمر بحال اللي كتشوفوا هيدا في الصوره. كنحتاجوا نستحضر املو نص كيلو ديال اللوز، كاس ديال الزيت بلديه ما تكونش شي حايله يعني ما تكونش شي حاره، والعسل، لا عندك عسل عادي لا عندك العسل حر، انا عملت العسل حره. كنطحنوهم في الطحانه ان دو تخوا، كيرجع حتى كطلق، كنطحنوهم حتى كيطلق الماء ديالو، كيتطحن مزيان. مور ديك الشيء كنعملوه في العاشوار، وكنزيدو عليه الزيت والعسل وكنزيدو نخلطو، كيجي ثقيل بحال هيدا. باش نخفوه كنزيدو له الزيت د العود، من بعد كيجي خفيف، كيخفف بحال اللي كتشوفوا هنا في الصوره، خفيف كيتقدم، كيجي شهوه منه، صحي. كتعرف راسك شنو كتاكل، يعني الزيت بلديه والعسل واللوز، ما كاينه لا زيت روميه، ما كاين حتى شي حاجه. وكنعملوه في القرعه باش نحتفظوا به، شي قرعه ديال الدجاج، وكنحتفظوا به وكنفطروا به حنا وليداتنا، والصحه والراحه. جربوه ما عاد ندموش.